ماتش ممتع من الطرف الاسباني. المنتخب الاسباني عمل كل حاجة في كرة القدم ممكن انت تتوقعها. منتخب اسبانيا اداء، سيطرة طوال 90 دقيقة او طوال 120 دقيقة. يا جماعة مش ممكن. المنتخب الارجنتيني مش موجود. طب ايه اللي لغى اداء المنتخب الارجنتيني وخلى المنتخب الارجنتيني ما شاطش شوط على المرمى في شوط كامل؟ الشوط الاول الجماعية والتوازن، واللعب بشكل منظم جدا من المنتخب الاسباني، سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. منتخب اسبانيا منتخب رائع جدا على المستوى الجماعي. الخطوط متقاربة، بيلعبوا في كل مكان في الملعب. الباص، اللعب الجماعي يا جماعة ما بيستهلكش الفريق بدنيا زي اللعب الفردي. المنتخب الاسباني مش بيلعب جماعي بس، بيلعب جماعي مع فردي. بيستخدم كل الحلول، كل الحلول الممكنة: كرات عرضية، اختراقات من الأطراف، من العمق، تسديد على المرمى، مهارات فردية. فعشان كده المنتخب الأسباني فضل محافظ على لياقته، زائد إن في مدرب لافوينتي، مدرب رائع جدا، مدرب كبير جدا مخضرم. تغييراته ساعدت الفريق على الاحتفاظ باللياقة البدنية. بس حد يقول لي منتخب اسبانيا واجه الارجنتين، واجه فرنسا، واجه البرتغال، واجه بلجيكا، يعني منتخبات كلها قوية، ازاي قدر يحتفظ باللياقة البدنية دي في النهائي؟ لان في مدير فني بيدور الكورة، في مدير فني بينزل تغييراته في الوقت المناسب، التغييرات بتاعته محافظة على لياقة الفريق ونشاط الفريق. اللعيبه كلها متألقة، اللعيبه كلها قريبة من بعض. بصراحة بيعرفوا امتى يدافعوا مع بعض، امتى يهاجموا مع بعض. نص الملعب رودري مش طبيعي مع رويز، بصراحة مع اولمو. ايه ده، ايه ده يا جماعة؟ ده بص، نص ملعب قوة، تمريرات، بيعرفوا يهاجموا، بيعرفوا يدافعوا. رودري بيربط بشكل رائع جدا من خط الهجوم وخط الدفاع بشكل اكثر من رائع. تمريراتهم في العمق مش طبيعيه. لعبهم على الاطراف بشكل رائع جدا، قافلين كل المساحات على المنتخب الارجنتيني. سرعه استرجاع الكره سر من اسرار حفاظ اسبانيا على اللياقه البدنيه، حفاظ المنتخب الاسباني على امكانياته، على نفسه طول المباراه. حته ترجيع الكره دي مش طبيعيه. كان يلعب المنتخب الارجنتيني ضربه المرمى، في ثانيه تلاقي الكره عند مين؟ عند منتخب اسبانيا. سرعه استرجاع الكره من اهم عوامل الثبات والمحافظه على اللياقه البدنيه. المنتخب الاسباني ادى مباراه للعمر. اول مره اشوف كده منتخب في نهائي يكتسح في كل الارقام. تخيل، تخيل يا جماعه، اكتساح كامل للمنتخب الاسباني ولقب مستحق. استحواذ على كل الاشواط، الاربع اشواط لمنتخب اسبانيا. منتخب بيعرف يعني حته يا جماعه ان انت بص، الضغط والبريس برضو اللي عامله على الارجنتين معجز الارجنتين، مخلي منتخب الارجنتين مش عارف يطلع بالكوره، مش عارف يروح بالكوره فين، لا على الاطراف ولا على العمق. ضغط رهيب، ضغط رهيب. عامل السن اي نعم ساعد كتير، لكن الارجنتين مش موجوده في المباراه. عزل ميسي عن كل لعيبه الفريق الارجنتيني بالضغط القوي جدا على حامل الكرة وعلى ميسي. في حالة لما بيستلم الكرة بعدوه تماما عن المباراة وعن الدخول في المباراة. بصراحة منتخب اسبانيا وحارس مرمى كبير متألق، لولا براعة الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيز لشال المنتخب الارجنتيني نتيجة تاريخية. لكن هدف واحد كافي، كرة عرضية نيكو ويليامز بيلعبها يا جماعة، يعني رقبته ممكن تتكسر فيها بشكل رائع جدا. اسيست بالهيد بالراس رائع جدا. يدخل توريس في سقف المرمى علشان عارف ان في لعيبه كتيره جدا واقفه في المرمى او واقفه جوه منطقه الجزاء، فبيحطها بالشكل ده. المنتخب الارجنتيني بصراحه مش موجود خارج الخدمه في المباراه. المنتخب الاسباني باللعب الجماعي والمهاره الفرديه والتكتيك العالي جدا قفل يا جماعة على كل مفاتيح اللعب الأرجنتينية. قدر يستحوذ على المباراة. لقب مستحق من أكثر الألقاب استحقاقا في تاريخ نهائيات كأس العالم. المنتخب الأسباني يتوج بطلا للمونديال للمرة الثانية على التوالي. وتغييرات منتخب أسبانيا حدث ولا حرج. الراجل ده بتاع أسبانيا ده عبقري، عارف إني لازم أحسم المباراة في وقتها الأصلي
دون اللجوء الى ضربات الجزاء، لان لو وصل لضربات الجزاء كان ممكن يخسر لقب. لكن شاف ان اتطرد طبعا لاعب من الارجنتين، بيلعبوا 10 ضد 11، قال لك فرصتي ان انا اخلص على المنتخب الارجنتيني، مزيد من الضغط. فتغييراته في نص الملعب بتاعت بدري ونيكو ويليامز وتغيير مورينو، قدر ان هو يستحوذ ويسيطر سيطرة مطلقة. مدير فني عبقري، يخلص تماما على الارجنتين ويستهلك او يستهلك كل اللياقة البدنية الباقية في الارجنتين. بصراحة النهاردة اداء تكتيكي خارج الملعب من المدير الفني، واداء جوه الملعب اكثر من رائع. اللاروخا يستحق اللقب الثاني على التوالي. مبروك للامين يامال وكل النجوم الموجودة في اسبانيا بطل العالم للمرة الثانية بعد 2010.